اختار بقى الإجابة الصحيحة. من أمثلة البذور الاندوسبرمية. اندوسبرمية، فأنا عندي الاندوسبرمية اللي هو الحتة دي يا دكتور، ما هو فيه ذات فلقة واحدة، اقعد عيد وزيد فيها لغاية ما تحفظها. أنا عايزك تتخيل المنظر ده كده يكون حاضر قدامك في أي سؤال في البذور. اندوسبرمية ولا اندوسبرمية؟ فالاندوسبرمية ذات فلقة واحدة تلتحم ذرة، ذات فلقة واحدة لا تلتحم بلح، وفي منها ذات فلقتين خروع. هو بيقول لك بذور اندوسبرميه. القمح اندوسبرميه، الفول لا، الفول لا اندوسبرميه هو، والبسله لا اندوسبرميه، والعدس لا اندوسبرميه. دي كلها بقوليات يا دكتور. فالبقوليات هي بذور لا اندوسبرميه ذات فلقتين. العدسيه ممكن نقسمها الى نصين، يبقى القمح هنا بذره اندوسبرميه صح، ذات فلقه واحده بيحصل الالتحام. من امثله البذور الاندوسبرميه ذات فلقتين. يا فندم الاندوسبرميه في ذات فلقه واحده تلتحم ذرة لا تلتحم بلح. طب هو عايز ذات فلقتين، ذات فلقتين يبقى الخروع يا دكتور على طول، ما هياش محتاج. طب يقول لك من امثله البذور الاندوسبرميه ذات الفلقه الواحده. يا فندم ما هو اندوسبرميه ذات فلقه واحده، يا تلتحم ذره يا لا تلتحم بلح، يعني يا ذره يا بلح، ما عنديش غير البلح. انما الخروع ذات فلقتين. طب والعدس بقوليات ذات فلقتين زيه زي الفول والبسله، والفول ذات فلقتين يبقى البلح. من امثله البذور الاندوسبرميه. الاندوسبرميه يبقى اي حاجه هنا، البسله والفول لا ده ذات فلقتين لا اندوسبرميه، العدس زيها بقوليات، الخروع يا دكتور هي اندوسبرميه ذات فلقتين. طيب يقول لك هنا من امثله البذور اللا اندوسبرميه. لا اندوسبرميه اروح هنا كلها ذات فلقتين زي القمح، لا القمح ذات فلقه واحده فيها التحام اندوسبرميه. الفول صحيح يا دكتور، الذره تعتبر اندوسبرميه ذات فلقه واحده فيها التحام، الرز اندوسبرميه ذات فلقه واحده فيها التحام. مش بقول لك الرسمه دي لازم تكون مرسومه قدامك وبتجري بيها بفكرك على طول. من امثله البذور اللا اندوسبرميه، ادي اللا اندوسبرميه بتبقى ذات فلقتين ومفيش التحام، وزي الفول والبسله والمشمش والكلام ده كله. الخروع لا يا فندم، الخروع اندوسبرميه، هو عايز لا اندوسبرميه. البلح اندوسبرميه ذات فلقه واحده. البسله دي لا اندوسبرميه، يبقى هو عايز البسله لا اندوسبرميه. طب الرز لا اندوسبرميه ذات فلقه واحده فيها التحام زيها زي الذره. خلاص كده يا دكتور. طيب عدد الانويه التي تدخل في تكوين اي بذره. اي بذره خلاص، انا هو في بدايه القصه دي قلناها هم 5 انويه. اي بذره ايا ما كانت بقى بيبقى فيه انويه اللي هي نواتي الكيس الجنيني مع نواه البيضه مع نواتين ذكريتين، دي تخصب دي يا دكتور ودي تخصب بي فينتج البذره. فاي بذره ايا ما كان نوعها اندوسبرميه لا اندوسبرميه، ما يضحكش عليك في الامتحان، يكون 5 بذور 5 انويه. طب عدد الانويه اللي تدخل في تكوين جنين البذرة. اي جنين يا دكتور ما هو بيتكون من ايه؟ نواة ذكرية مع نواة البيضة، يبقى عدد الانوية اللي دخلت في تكوين الجنين نواتين، نواة من ناحية المذكر نواة ذكرية بتاعت حبة اللقاح، ونواة البيضة، يبقى 2 يا دكتور على طول. طيب يقول لك هنا عدد الانواع التي تدخل في تكوين حبة القمح. خلاص انا مغمض يا دكتور، تكوين حبة، ما هي الحبة دي بذرة صح، ولكن هي بذرة اندوسبرمية ذات فلقة واحدة يلتحم فيها الاغشية البيضية مع جدار المبيض، فيدخل في تكوين ايه؟ في تكوين الحبه. خلاص يعني تكوين اي بذره 5 انويه. خلاص يا دكتور انا مش هفكر كتير، اللي هم ال3 انويه اللي موجودين من البويضه مع النواتين الذكريتين عشان اكون البذره، سواء كانت البذره دي بقى هيحصل فيها التحام مش هيحصل فيها التحام، انما اللي شارك في تكوينها في تكوين الجنين وتكوين اكل الجنين 5 انويه يا دكتور. يقول لك هنا عدد الانويه اللي تدخل في تكوين بذره الفول. يا عم بذره الفول حتى التغيرات انها بقت ذات فلقتين ولا فضلت فلقه واحده، وان حصل التحام ما حصلش التحام، عشان تتكون بذره يا دكتور الانواع اللي دخلت في تكوين بذره الفول، بذره الذره، بذره القمح، بذره الرز، بذره مش عارف ايه، اي بذره، بذره المانجا، هم 5 انويه يا دكتور ما فيش فيها نقاش. يقول لك عدد الانويه من الكيس الجنين اللي تدخل في تكوين حبه القمح. استنى بقى، في تكوين الحبه، سواء بقى الحبه دي بيبقى فيها التحام، ما هي بتبقى اندوسبرميه ذات فلقه واحده وفيها التحام، ولكن هو عايز اللي في الكيس الجنين يبقوا ال3 دول بس يا دكتور. بص الرسمه دي مع الجدول بتاعه الاندوسبرميه واللا اندوسبرميه هيحل لك مشاكل كتيره جدا. انا عايزك تبقى دايما شايف الرسمه دي قدامك كده، فانا متخيل ان في هنا البيضه ونواتي الكيس الجنيني، وهنا تحت نواتين ذكريتين، فبالتالي اقدر العب بقى، بيكلمني على الكيس الجنيني بس ولا بيكلمني على انواع من حبه اللقاح، بيكلمني على تكوين جنين بس ولا بيكلمني على النسيج، ولا بيكلمني عن البذره عشان اخد ال5 كاملين، فاهم؟
طيب يقول لك هنا عدد الانويه اللا خلويه. استنى، من الكيس الجنيني. الكيس الجنيني فيه انويه، فيه 3 انويه. اللا خلويه الاثنين دول. هو عايز بقى اللي دخلت في تكوين حبه اللقاح. 2 اهم يا دكتور، خلاص مش محتاج. يقول لك هنا عدد الانويه من حبه اللقاح، يبقى فيه بيكلمني على الاثنين دول التي تدخل في تكوين حبه القمح، يبقى الاثنين يدخلوا في تكوين حبه القمح، يبقى 2 اهم يا دكتور. خلاص. لو قال لك في جنين حبه القمح يبقى من حبه اللقاح، يبقى نواه واحده بس. انما في تكوين الحبه كامله يبقى خد النواتين، لان هو بيسال على عدد الانواع من حبه اللقاح. ماشي كده الكلام؟ طيب يقول لك هنا تلتحم أغلفة المبيض مع أغلفة البويضة بس. أغلفة المبيض لا تلتحم مع أغلفة البويضة غير في حالة واحدة بس، اللي هي فاكر ال4 عمدان في الجدول، العمود اللي على اليمين خالص، اللي هو بيحصل اندوسبرمية ذات فلقة واحدة، بيحصل التحام قمح ذرة رز. صح، قمح ذرة رز. يبقى القمح ممكن الفول والبسلة والتفاح، لا طبعا يا دكتور. طيب يقول لك هنا يؤدي تصلب الأغلفة البيضية في بذور ذات الفلقتين إلى تكوين الأغشية البيضية اللي كانت جوه المبيض حوالين البويضه، اللي هي غشاءان يحيطان بها احاطه كامله ما عدا ثقب صغير يسمى النقير من خلاله يتم اخصاب البويضه. فاكر الاغشيه البيضيه؟ لما تتحول البويضه بعد الاخصاب الى بذره، فالاغشيه البيضيه بتبقى غلاف البذره، ولو كانت حبه زي القمح ولا الذره نقول عليه غلاف الحبه. فاهم انا اقصد ايه؟ يبقى اذا تتصلب الاغلفه او الاغشيه البيضيه في بذور اي حاجه في الدنيا الى القصره يا دكتور. يبقى القصره هي القشره اللي بتلاقيها حوالين البذره. تيجي تاكل ترمسايه، القشره اللي فضت ده اهي بنسميها قصره. اما تيجي تاكل مثلا فولايه ولا حاجه، الفول الاخضر ده تاكل الفولايه وترمي القشره دي اسمها القصره، ودي اللي هي غلاف البذره اللي كانت الاغشيه البيضيه. يؤدي تصلب الاغشيه البيضيه في بذور ذات الفلقه الواحده. يا فندم بقى فلقه واحده ولا فلقتين؟ الاغشيه البيضيه بتبقى غلاف حوالين البذره، بنسميه القصره، سواء كانت بقى ذات فلقه او ذات فلقتين، اندوسبرميه او لا اندوسبرميه، ما بتبقاش فارقه معايا. وخلي بالك فهي بتبقى غلاف الثمره في حاله البذره، لان في حاله الذره اقصد، لان في الذره يا دكتور البذره هي الثمره، فغلاف البذره هو الغلاف الثمري في نفس الوقت، بما ان البذره هي الثمره، لان بيلتحم الاغشيه البيضيه مع جدار المبيض. امتى يصبح غلاف البذره هو غلاف الثمري؟ امتى يا دكتور؟ في حاله البذور الاندوسبرميه، الفلقه الوحيده اللي بيحصل فيها التحام قمح وذره ورز يا دكتور. تصلب الاغشيه في حبوب الذره الى تكوين القصره، برضو ما فيهاش نقاش. طيب يؤدي تصلب الاغلفه بذور البسله الى تكوين القصره. انت هتفضل بقى كده، ما انا عايز بس اثبت المعلومه يا دكتور، ان الاغشيه البيضيه تتحول الى القصره ما بين قوسين غلاف البذره او غلاف الحب. خلاص كده يا دكتور؟ طيب بعد عمليه الاخصاب في النباتات ذات الفلقه الواحده، طالما فلقه واحده يبقى انا بتكلم في الاندوسبرميه، يصبح جدار المبيض جزء من، بعد عمليه الاخصاب في النباتات ذات الفلقه الواحده يصبح جدار المبيض جزء من ايه؟ ما هو جدار المبيض ده اللي هو بيبقى جزء من الثمره او بيبقى جزء من غلاف. بس استنى هنا، يصبح جدار المبيض جزء من ازاي هنا كده يا دكتور؟ ما انا عندي هنا في البذور الاندوسبرميه بعد عمليه الاخصاب في ذات الفلقه، بقى ممكن ذات الفلقه دي وممكن ذات الفلقه دي، يصبح جدار المبيض جزء من غلاف الحبه، دي صح برضو يا دكتور. غلاف الثمره ممكن برضو في حاله الالتحام، غلاف البذره برضو هنا في حاله بيبقى هنا كل ما سبق. صح كده يا دكتور؟ ينفع طبعا. ووجد النقير. النقير ده بنلاقيه فين؟ انا ممكن الاقي النقير يا دكتور في البذره، وممكن الاقي النقير في الثمره في البويضه. صح كده؟ يعني انا ممكن هنا كده، وادي النقير اهو، لما كان عندي المبيض كده، المبيض كده، وبعدين في البويضه يحيط بها غشاءان يحيطان بها احاطه كامله ما عدا ثقب صغير يسمى النقير. يبقى اذا البويضه فيها نقير، فيها فتحه خرم في الاغشيه بتاعتها. البويضه بعد كده بتتحول الى بذره. صح كده يا دكتور؟ زي البذره مثلا بتاعه الفول، عارف انت الفولايه اللي القشره بتاعتها بني، بيبقى فيه فتحه صغيره هنا اسمها النقير. ليه؟ الغلاف اللي حوالين الفولايه ده يا دكتور اللي هو غلاف البذره، اللي هو كان كده الاغشيه البيضيه، والنقير اللي هنا بقى نقير هنا. يبقى قد تجد النقير في البذره وقد تجد النقير في البويضه. ايه وظيفتهم؟ يبقى هنا نقير، ولما البويضه اتحولت لبذره فضل فيها النقير، ولكن النقير هنا وظيفته من خلاله يتم اخصاب البويضه. طب والنقير هنا من خلاله بيدخل الماء الى الجنين ليتم عمليه الانبات. يبقى وجد النقير في الذره
في الذره يفضل فيه نقير، والفول والتفاح ما هو دايما بيفضل النقير. لما البويضه فيها نقير تتحول الى بذره ايا ما كانت اندوسبرميه لا اندوسبرميه حبه ايا ما كان يا دكتور لازم يفضل النقير، فالنقير ده تلاقيه في كله جميع ما سبق. يقول لك هنا يا دكتورنا العزيز ما الذي يعبر عن الشكل المقابل؟ ده كده مبيض ناضج، ده مبيض ناضج به 8 بذور، في 8 ال8 بذور اندوسبرميه؟ لا يا فندم، دي بذور لا اندوسبرميه ذات فلقتين، يبقى دي غلط. ده مبيض ناضج صح، ده مبيض به 8 بذور تمام، لا اندوسبرميه صح كده يا فندم، دي صح طبعا. تقول لي 8 مبايض؟ لا يا فندم، طالما هي ثمره واحده يبقى كان مبيض واحد، ما تقوليش 8 مبايض دي غلط، ولا 8 مبايض دي غلط يا دكتور، يبقى دي مبيض فيه 8 بذور لا اندوسبرميه. يقول لك هنا يا دكتورنا العزيز ما الثمره التي لا يخزن فيها المبيض غذاء بخلاف الغذاء المخزن في البذره؟ ثمره لا يخزن فيها المبيض غذاء بخلاف الغذاء المخزن في البذره، يعني هو الغذاء مش متخزن غير في البذره. الاقي البرتقال؟ لا، البرتقال في الغذاء اللي متخزن في الثمره نفسها اللي احنا بناكله ده اتخزن في الثمره. بتنجان برضه في الثمره. طيب الكوسه برضه في الثمره اللي هي الاكل نفسه. يقصد هنا يقول ان هو مخزن في البذره بس ما خزنش في المبيض، عشان كده بناكل البذور. ده بتلاقيه في الذره، بتلاقيه في القمح، بتلاقيه في الرز. البذره هي ثمره واحده يا دكتور. يجي يقول لك يمكن ان تتحول البويضه الى ثمره، مع ان البويضه اعرف انها بتتحول لبذره. امتى تبقى البويضه اسمها ثمره؟ ده يوم ما بيحصل التحام ما بين البويضه والمبيض، صح كده يا دكتور؟ في ذات الفلقه، في الاندوسبرميه ذات الفلقه الواحده اللي يحصل فيها التحام القمح والذره والرز والكلام ده كله، يبقى يتحول في كل مما ياتي. في الذره ماشي، في بذرة الفول البويضة لا، يبقى حبة الذرة بس، لأن في بذرة الفول البويضة تتحول إلى بذرة، في الفول تتحول البويضة إلى بذرة، صح كده؟ إنما مش لثمرة. البويضة تتحول لبذرة، ولما تكون البذرة هي الثمرة فأقدر أقول إن البويضة تتحول إلى ثمرة، وده في الذرة والقمح والرز. يمكن أن تتحول البويضة بعد الإخصاب إلى، هل ممكن البويضة تتحول إلى بذور فقط؟ ممكن البويضة بتتحول لبذرة وده الطبيعي. هل ممكن تتحول إلى ثمار؟ ممكن في بعض الأحيان، زي في الرز مثلا او في القمح او في الذره. لما بيحصل في الاندوسبرميه ذات الفلقه الواحده اللي بيحصل فيها التحام فالبذره هي الثمره، فكده اصبحت البويضه ثمره وفي نفس الوقت بذره، فممكن تبقى ثمار، بس ممكن تبقى بذور او ثمار. ممكن تبقى ثمار بدون بذور؟ لا، ثمره بدون بذور ده ثمار عذري ملوش علاقه يا دكتور. لا، هي ممكن تبقى بذور او ثمار، ممكن بذور او ثمار، صح كده يا دكتور؟ طيب يحدث التحام بين الأغشية البيضية وجدار المبيض. الالتحام ده بيحصل فين يا دكتور؟ بيحصل الالتحام هنا في الحتة دي الالتحام اهي في البذور الاندوسبرمية ذات فلقة واحدة بيحصل فيها التحام. في القمح والذرة ولا حبة الذرة ماشي، فول لا، بلح لا البلح صح ذات فلقة واحدة ولكن ما فيش فيه التحام، يبقى حبة الذرة يا دكتور. يقول لك هنا تعتبر البذرة هي الثمرة في الاندوسبرمية ذات الفلقة الواحدة اللي بيحصل فيها التحام القمح والذرة صح كده يا دكتور، والرز، يبقى إذا في حبة الذرة. الفول لا، البلح رغم ان هو ذات فلقة واحدة ولكن لا تلتحم. فكلمة حباية يا دكتور تعتبر البذرة هي الثمرة في حالة واحدة بس، في الحبوب، صح كده؟ اللي هي في الحتة ده هي بس يا دكتور من الجدول. طيب يقول لك الغلاف الثمري هو غلاف البذرة. يوم ما يحصل التحام البذرة تلتحم مع الثمرة، بمعنى تاني اجيب من بدري البويضة تلتحم مع جدار المبيض، وده في الحالة الوحيدة اللي عندنا اللي هي ده اهي، صح كده يا دكتور؟ اللي هي الاندوسبرمية فلقة واحدة التحام القمح والذرة والرز والكلام ده كله. الذرة يا دكتور خلاص ما فيهاش نقاش. طيب يقول لك هنا يشارك جدار المبيض في تكوين القصرة، برضو نفس القصة. ما هو المفروض اللي بيشارك في القصرة اللي هي الغلاف اللي حوالين البذرة، صح كده؟ زي القشرة اللي حوالين الترمساي. فالمفروض ان الجدار المبيض يعمل غلاف الثمري زي قشرة البرتقانة، قشرة الرمانة. امال امتى جدار المبيض يعمل غلاف البذرة؟ يوم ما تلتحم البذرة مع الثمرة، يعني في البذور ذات الفلقة الواحدة اللي بيحصل فيها التحام ما بين الاندوسبرمية ذات الفلقة واحدة اللي بيحصل فيها التحام ما بين البذرة البويضة والمبيض اللي هي البذرة والثمرة، اللي هي تصبح البذرة هي ثمرة واحدة او الثمرة عبارة عن بذرة واحدة. ماشي كده يا دكتور؟ طيب لو انا سألتك سؤال يعني انت طبعا تجميع مش اكتر، ايه هو غذاء الجنين؟ كيف يتغذى الجنين داخل البذر؟ تقوم تقول لي والله على حسب. الجنين وهو بيتكون
ولا الجنين بعد ما يكتمل نموه وهو بينبت؟ وصلت كده؟ طيب الجنين وهو بيتكون سواء بقى في البذور الاندوسبرميه او اللا اندوسبرميه بيتغذى على نسيج الاندوسبرم اللي كان جواه. طيب الجنين بعد ما يكتمل خلاص هو كان هنا فضل شويه من ده وانما خلص ده وعمل نسيج غذائي اخر، فهو بينبت. لو بذره اندوسبرميه بيتغذى على نسيج الاندوسبرم، لو بذره لا اندوسبرميه زي الفول يتغذى على النسيج الغذائي المدخر في الفلقتين اللي هو الاثنين نون يا دكتور. ماشي كده الكلام؟ طيب ده طبعا هنا الانبات، لما بنيجي هنا الجنين بقى بيبدا ينبت. طبعا دي مثلا فول، فبيبدا الجنين بيكبر زي ما انت شايف كده، ويبدا هنا بيستهلك ايه الجنين وهو بينبت؟ الجنين هنا بيستهلك النسيج الغذائي المدخر في الفلقتين، لان دي بذور ذات فلقتين لا اندوسبرميه يا دكتور. خلاص كده نفس القصه هنا، الجنين اهو بينبت يبقى بيستخدم نسيج المدخر مش نسيج اندوسبرم، لان هنا بيكون الجنين خلص عليه خلاص. ماشي كده الكلام؟ طيب البذور الاندوسبرميه واللا اندوسبرميه اثناء التكوين الجنيني اثناء ماشي خلاص ما احنا عرفناها بقى. هنا البذور الاندوسبرميه اثناء التكوين الجنيني الجنين بيتغذى على نسيج الاندوسبرم. طب والبذور اللا برضه بيتغذى على نسيج الاندوسبرم. او خلينا هنا في البذور الاندوسبرميه زي الذره اثناء تكوين الجنين بيتغذى على اندوسبرم. طب واثناء انبات الجنين برضه اندوسبرم. طيب وفي البذور اللا اندوسبرميه زي الفول اثناء تكوين الجنين برضه اندوسبرم. طب وبعد ما يتكون الجنين وينضج واثناء الانبات هنا يتغذى على نسيج الغذائي المدخر في الفلقتين. يقول لك يا دكتورنا العزيز في البذور الاندوسبرميه يتغذى الجنين اثناء تكوينه. في البذور الاندوسبرميه ما هو بيتغذى اثناء تكوينه على نسيج الاندوسبرم اللي هو كله نشا بتحلل النشا في الاندوسبرم. خلي بالك ما هو هنا يفرق النشا والبروتين. مين اللي فيه بروتين؟ اللا اندوسبرميه زي الفول والقمح، كانت اخر واحده سوري زي الفول والبسله. ماشي كده يا دكتور؟ طيب البذور الاندوسبرميه الجنين اثناء الانبات ما هو برضه نسيج اندوسبرم اللي هو نشا يا دكتور بتحلل النشا في الاندوسبرم. طيب بالنسبه للبذور اللا اندوسبرميه اللي هي اخر عمود بقى في الجدول اللي احنا كنا عاملينه ده، اللا اندوسبرميه ذات فلقتين زي البسله والفول، الجنين اثناء تكوينه وهو بيتكون بيتغذى على الاندوسبرم. طب ما الاندوسبرم ده نشا يبقى تحلل النشا في الاندوسبرم. طيب الجنين في اللا اندوسبرميه برضه بس اثناء انباته وهو بينبت. يعني انا جيت كلت الخوخايه مثلا وبعد ما كلتها خدت البذره دي فيها ايه؟ فيها جنين مكتمل خلاص جاهز ان هو يتزرع. نقوم نزرع بقى، بس البذره دي جواها ايه؟ مفيش فيها خلاص نسيج اندوسبرم. يبقى لما يجي ينبت وعند الزراعه تحت الارض اي لفظ من دول، عند الري عند الانبات، يبقى الجنين يتغذى على نسيج المدخر في الفلقتين. يبقى لان دي ذات فلقتين يا دكتور، ذات فلقتين نسيج مدخر ده بروتين، يبقى تحلل البروتين في الموجود في الفلقتين. خلاص؟ طب يقول لك يا دكتورنا العزيز اختار الإجابة. الشكل المقابل يمثل تركيب المبيض، ده المبيض اهو، في أحد النباتات الزهرية ذات الفلقتين. نباتات زهرية ذات فلقتين، ذات فلقتين يبقى ممكن اندوسبرمية وممكن لا اندوسبرمية أيا ما كان. بعد حدوث الإخصاب مباشرة، أول ما حصل الإخصاب ادرسوا وأجب أي التراكيب مسؤول عن تغذية الجنين في مراحل حياته المبكرة. طالما الجنين في مراحل حياته المبكرة وهو لسه على الزهرة أثناء تكوينه يعني بقى بيتغذى على نسيج اندوسبرم، صح كده يا دكتور؟ طيب هنا بعد الإخصاب طبعا أنا جايب لي حاجتين. طب ما هو المفروض إن البويضة كانت فيها 8 حاجات يا دكتور صح؟ 3 سمتية و2 ما بقول لك بعد الإخصاب خلاص اختفت الحاجات دي، وهنا اتكونت ايه؟ ده زيجوت يا دكتور، دي خليه واحده ودي نواه الاندوسبرم، صح كده؟ اللي فوق دي. يبقى مين اللي مسؤول عن تغذيه الجنين؟ نواه الاندوسبرم دي اللي هي هتتحول الى خليه اندوسبرم ثم نسيج اندوسبرم اللي هو الاختيار دي يا دكتور. يقول لك هنا يحصل جنين الثمره الموضحه، ده قمح وذره، على الغذاء اللازم لنموه تحت سطح التربه، يعني عند الانبات. طب ما هو عند الانبات يا دكتور الجنين بيتغذى على ايه في الاندوسبرميه ذات الفلقه الواحده اللي بيحصل فيها التحام الذره والقمح والرز، نسيج اندوسبرم، هو ما عندوش غيره يا دكتور، اللي هو فين؟ تحلل النشا في الاندوسبرم. طيب بيقول لك هنا ايه ده؟ يحصل جنين الثمره الموضحه، ويجيب لك اي ثمره من دول على الغذاء اللازم لنموه تحت سطح التربه. تحت سطح التربه يبقى عند الانبات. هنا البذور ده هي كلها ما عادش فيها نسيج اندوسبرم، يبقى بيحصل على النسيج الغذائي المدخر في الفلقتين، التحلل المائي للبروتين، لان النسيج الغذائي المدخر فيه بروتين، انما الاندوسبرم هو اللي فيه نشا يا دكتور. طيب من
من الشكل المقابل ماذا تتوقع ان يكون نوع المواد العضويه الاساسيه المخزنه في كل من البذره 1 والبذره 2؟ البذره 1 دي بذره الفول، بذره ذات فلقتين، ماشي كده يا دكتور؟ ده هي مش خرق، يبقى دي بذره الفول. يبقى النسيج الغذائي المدخر في ده اهي هيبقى ايه؟ يبقى بروتين. طيب والنسيج الغذائي المدخر ذات فلقه واحده اللي هي زي الذره، قال لك يبقى ده نشا، يبقى بروتين نشا. 1 2 ده بروتين نشا، بروتين نشا. وان كان بعض الناس يقول لي طب ما دي تبقى بذره خروع، لا بذره الخروع ما تبقاش شكلها كده، دي بذره فول على طول. خلاص؟ طيب المهم يعني يقول لك من الشكل ماذا تتوقع ان يكون نوع المواد العضويه الاساسيه التي يتغذى عليها الجنين في 1 و2 اثناء تكوينه. ايه ده؟ تاني برضو يا دكتور؟ 1 و2 اثناء تكوين، ما هي لا انا اسف اثناء تكوينه. السؤال اللي فات لو رجعنا له المواد العضويه المخزنه المخزنه فيه، يعني بعد ما تكون هنا، بعد ما تكون بقى في نسيج غذائي مدخر في الفلقتين اللي هو بروتين، انما هنا ساب جزء من نسيج الاندوسبيرم اللي هو عباره عن نشا، فده بروتين ونشا. انما هنا اثناء تكوينه الجنين، اثناء تكوينه ايا ما كانت البذره بيبقى في نسيج اندوسبيرم، فهنا بيتغذى على نسيج اندوسبيرم نشا يعني، وهنا نسيج اندوسبيرم نشا اثناء تكوينه، يبقى نشا فقط. صح كده يا دكتور؟ مش هقول لك اي حد مهما كان لو تسرع ممكن على طول تتوه منه المعلومه، فخليك مركز شويه. بيقول لك من الشكل ماذا تتوقع ان يكون نوع المواد العضويه، استنى ركز بقى، اللي بيتغذى عليها الجنين في البذرتين عند الانبات. بس خلاص ده بيتغذى عند الانبات ما هو ما عادش فيه نسيج اندوسبيرم الفول، طالما ما عادش فيه نسيج اندوسبيرم يبقى هيتغذى على النسيج الغذائي المدخر في الفلقتين اللي هو بروتين، وده بيتغذى على النسيج اللي فاضل منه شويه اندوسبيرم يا دكتور اللي هو 3 نهوني اللي هو نشا، يبقى بروتين ونشا، بروتين ثم نشا 1 و2. طيب يقول لك هنا من الشكل ماذا تتوقع ان يكون نوع المواد العضويه الاساسيه التي يتغذى عليها الجنين في كل من البذره 1 و2 على الترتيب لنموه تحت سطح التربه، في كل 1 و2. خلاص يبقى هنا بيتغذى على بص بيقول لك لنموه تحت سطح التربه، يبقى ده انبات على طول يا دكتور. يبقى ده بيتغذى على نسيج غذاء مدخر في الفلقتين اللي هو بروتين، وده على نسيج الاندوسبيرم اللي كان موجود لسه جواه يبقى نشا. يبقى هنا ده مدخر في فلقتين، وهنا اندوسبيرم او بروتين ونشا، يبقى هنا بروتين ونشا على طول يا دكتور. يقول لك هنا اي البذور تحصل على الطاقه اللازمه لتكوين الجنين من الاندوسبيرم، لتكوين الجنين من الاندوسبيرم ذات الفلقه ولا ذات الاثنين يا دكتور؟ ما هو الجنين بيقول لك تحصل على الطاقه اللازمه لتكوين الجنين وهو بيتكون في اي بذره في الوجود بيبقى لسه يا دوب طازه فيها نسيج الاندوسبيرم، فبيستهلكوا الجنين في تكوينه سواء ذات الفلقه او الفلقتين، سواء الاندوسبرميه او اللا اندوسبرميه. يبقى مين اللي بيستخدم ذات الفلقه وذات الفلقتين؟ الاندوسبرميه واللا اندوسبرميه يا دكتور، صح كده؟ طيب دور تاني 2023. لماذا يحتفظ جنين بعض البذور بالاندوسبيرم؟ هو في جنين بيحتفظ بالاندوسبيرم؟ ده الجنين اللي هنا ده مش بيحتفظ بالاندوسبيرم خلاص زي الفول مثلا، ليه؟ لان دي بذره لا اندوسبرميه خلص الاندوسبيرم. طيب هنا في الذره والقمح وغيره بيحتفظ بالاندوسبيرم. ليه الجنين بيحتفظ بالاندوسبيرم؟ لان الاندوسبيرم هو مصدر الغذاء الوحيد لانبات جميع انواع البذور؟ لا، يعني مثلا في الفول الاندوسبيرم مش مصدر الغذاء للانبات، ده النسيج الغذائي المدخر، يبقى مش دي. هنا الجنين بيخزن اندوسبيرم لاندماج اغلفه البويضه مع اغلفه المبيض، ما لهاش علاقه يا دكتور ده يخلي لك البذره هي ثمره واحده. عندما لا يستهلك الجنين كل الاندوسبيرم، صح يا دكتور. يبقى هنا ليه يحتفظ الجنين بعض البذور بالاندوسبيرم؟ لان الجنين ما استهلكوش كله اثناء تكوينه، ساب شويه يعينهم عند الانبات، عندما يخزن الغذاء في الفلقتين لا طبعا يا دكتور. يقول لك هنا ما وجه الشبه بين بذور الفول وحبوب الذره؟ ايه وجه الشبه؟ ما هو بذره الفول كانت في الاخيره هنا والذره كانت في الاول خالص، فاكر في الجدول بتاعنا. هل الاثنين يحتووا على نقير يمر من خلاله الماء عند الانبات؟ ده دور ولا 2021؟ ده مباشر، يعني الاسئله بتيجي مباشره للي مذاكر وفاهم. يبقى وجه الشبه بين بذور الفول وحبوب الذره الاثنين فيهم نقير، لان اي بذره في الدنيا القشره اللي حواليها دي يا دكتور لازم فيها نقير، اللي هو كان النقير اللي في الاغشيه البيضيه جوه، هي لسه جوه المبيض يا دكتور، عشان الميه تعدي توصل للجنين عند الانبات. طيب يقول لك هنا يا فندم
يحصل جنين المشمش. ما هو المشمش ده ايه؟ نرجع للاخر خالص، اخر خانه كانت هنا اللي هي البذور اللا اندوسبرميه ذات الفلقتين، ده جنين المشمش على الغذاء اللازم لنموه تحت سطح التربه، يعني عند الانبات من النسيج الغذائي الاخر المدخر في الفلقتين اللي هو معمول من بروتين. عمليه البناء الضوئي اثناء الانبات، تحلل النشا، ما هيش النشا ده بروتين، التحلل المائي للبروتين في الفلقتين. ايوه يا دكتور دي صح طبعا. ماشي. طيب يقول لك هنا اي مما ياتي يعبر عن التركيب رقم 1 والتركيب رقم 2 على الترتيب. لا نشوف هنا دي كده عباره عن زهره، والزهره دي خنثى فيها مبيض وفيها اسديه، ولكن الاسديه مستواها واطي فما فيش تلقيح خلطي ذاتي في دي يجي لها من زهره ثانيه لان الميسم اعلى. المهم هنا ماشي س ده المتج، حصل هنا اخصاب ماشي، وقام اتكون هنا ايه يا دكتور؟ ده الجنين ما علينا، او ده زيجوت بقى لان هو اتحول هنا الى جنين. يبقى واحد ده نسيج الاندوسبيرم لان لسه متكون. طب وبعد كده نسيج الاندوسبيرم ده قام عامل لي بعد كده الجنين ده كبر والبذره خلاص، والمبيض ده تحول الى ثمره ودي خخايه، يبقى دي بذور لا اندوسبرميه ذات فلقتين. وبعدين ايه مش عارف ايه نبتت يا فندم، اللي بينبت يبقى دي البذره، يبقى مين دي البذره يا دكتور؟ دي بذره نوعها ايه؟ دي بذره لا اندو اسبرميه ذات فلقتين، نبتت وقامت عملت لك نبات جديد وكان زهر ويبدا يلف تاني. يبقى دي على طول انا عرفت ليه انها بذره لا اندوسبرميه ذات فلقتين من الحته دي يا دكتور، من الرسمه اللي هو جايبها لي، خخايه مش مشايه برقوقايه مش عارف ايه ايا مكان، يبقى دي اخر واحده في الجدول لا اندوسبرميه ذات فلقتين لا تلتحم الاغشيه البيضيه مع جدار المبيض، عشان كده اقدر افصل البذره عن الثمره، بنشيل البذره عن الثمره بتاعه المشمش والخوخ والتفاح وغيره. يلا رقم 1 و2 على الترتيب. 1 ده طبعا هتبقى نواه الاندوسبيرم وخليه اندوسبيرم، واثنين طيب يبقى هل 1 نسيج اندوسبيرم ونسيج النيوسيلا؟ لا مفيش نيوسيلا هنا خالص. نسيج النيوسيلا مفيش نيوسيلا، نسيج الاندوسبيرم ماشي، نسيج الاندوسبيرم وغذاء مدخر في الفلقتين، غذاء مدخر في الفلقتين. طيب انا هنا دلوقتي الجنين بيتكون صح كده يا دكتور؟ يبقى هنا ده نمره 1 ده اكيد نسيج اندوسبيرم صح، ممكن يرفع نسيج الاندوسبيرم مش نيوسيلا، ممكن يرفع اندوسبيرم مش غذاء مدخر في الفلقتين لسه، لا انا لسه هنا بعد الاخصاب على طول. يبقى انا عندي يا اما الف يا اما جيم، لان الف فيها نسيج اندوسبيرم وهنا نسيج اندوسبيرم اللي هو اتكون على طول بعد الاخصاب. ماشي كده الكلام؟ طيب هل بقى نمره 2 نيوسيلا؟ لا يا فندم 2 مش نيوسيلا، ده غذاء مدخر في الفلقتين. ده غذاء مدخر في الفلقتين ازاي؟ ايوه يا فندم، ما هو هنا خلص نسيج الاندوسبيرم ويبدا يعمل نسيج غذائي اخر مدخر في الفلقتين، يبقى اذا الاجابه نمره ج. يقول لك يا فندم لا يحتوي التركيب ميم على مين؟ التركيب ميم، التركيب ميم ده البذره صح كده؟ البذره اللا اندوسبيرميه بتاعه القمح بتاعه الفول والبسله والمشمش والخوخ والكلام ده. البذره دي لا تحتوي على نقير، مفيش بذره ما فيهاش نقير يا دكتور، اي بذره الاغشيه البيضيه فيها نقير عشان يدخل الميه للجنين، يبقى دي غلط. لا تحتوي على اندوسبيرم صح، ما هي اسمها بذره لا اندوسبيرميه ذات فلقتين، فما فيش فيها اندوسبيرم. ما فيش فيها فلقتين؟ لا يا فندم هي بذره ذات فلقتين فدي غلط. ما فيش فيها قصره، هو في بذره ما فيش حواليها غلاف بذره؟ لازم حواليها قصره، يبقى اذا لا تحتوي على اندوسبيرم صح كده يا دكتور؟ طيب يقول لك هنا الفرق ما بين النيوسيلا والاندوسبيرم، فاكرهم يا دكتور؟ ليه بس؟ عشان التركه بتاعتها هنا البويضه لما كانت بتظهر البويضه كانتفاخ على الجدار الداخلي للمبيض خليه واحده جرثوميه اميه 2 نون، تقوم تنمو البويضه ويبدا على طول يتكون الحبل السري ويظهر حوالين البويضه غشاءان يحيطان بها احاطه كامله، ثم هنا يا دكتور تنقسم النواه او الخليه الجرثوميه الاميه مايوزي فيدي 4 خلايا في صف واحد، كل ده لسه ما فيش نيوسيلا. بعد كده يختفي 3 ويفضل خليه واحده ما فيش نيوسيلا، تقوم الخليه دي تنتفخ وتبقى كيس جنيني، وهنا يظهر حوالين الكيس الجنيني نسيج النيوسيلا، والنيوسيلا هنا لتغذيه البويضه اثناء تكوينها وتحديدا تغذيه محتويات الكيس الجنيني. فبيحصل هنا تكوين النيوسيلا قبل ما يحصل الانقسام الميتوزي النووي. بعد كده الميتوزي نووي 8 أنوية، وبعد كده يا دكتور هنا يبقى فيه 3 فوق و3 تحت، وبعد كده يبقى فيه ال3 خلايا السمتية و2 مساعدة والبيضة ونواتي الكيس الجنين. انت عايز ايه بقى؟
ايه الفرق ما بين النيوسيلا والاندوسبيرم؟ النيوسيلا زي ما انت شايف كده بيتكون اثناء تكوين البويضه. امتى بالظبط؟ بعد ما بيحصل الانقسام الميوزي وقبل حدوث الانقسام الميتوزي. اتكون النيوسيلا هنا قبل ما يحصل انقسام ميتوزي للنواه، وتكون النيوسيلا هنا بعد ما حصل انقسام الميوزي للخليه الجرثوميه الاميه. مش كده يا دكتور؟ النيوسيلا لتغذيه البويضه وهي بتتكون وتحديدا محتويات الكيس الجنين، انما الاندوسبيرم لتغذيه الجنين. النيوسيلا بيبقى بره الكيس الجنيني، طب والاندوسبيرم جوه الكيس الجنيني يا دكتور بيتكون مع الجنين. يعني انا هنا يوم ما يجي يقول لي ايه الفرق ما بين النيوسيلا ونسيج الاندوسبيرم، الفرق ما بينهم النيوسيلا بره الكيس الجنيني، صح كده يا دكتور، حوالين الكيس الجنيني من بره، انما الاندوسبيرم جوه الكيس الجنيني يا دكتور. العدد الصبغي النيوسيلا بيبقى 2 نون. طب ما فيش حاجه في النبات 3 نون غير حاجه فيها كلمه اندوسبيرم، نواه اندوسبيرم، خليه اندوسبيرم، نسيج اندوسبيرم. فهنا النيوسيلا بيبقى 2 نون عادي خالص، انما هنا نسيج الاندوسبيرم بيبقى 3 نون. طيب وقت التكوين النيوسيلا بتتكون اثناء نضج وتكوين البويضه، صح كده يا دكتور، اثناء نضج البويضه قبل ما يحصل اخصاب. طب والاندوسبيرم لا، ده بيحصل بعد الاخصاب يا دكتور، بعد الخطوه الاخيره في الاخصاب المزدوج اللي هي نواه ذكريه مع نواتي الكيس الجنيني يدي نواه اندوسبيرم، يبقى ده بعد الاخصاب. وظيفه النيوسيلا تغذيه محتويات الكيس الجنيني، او ده لتغذيه البويضه اثناء تكوينها وتحديدا محتويات الكيس الجنيني. طب الاندوسبيرم وظيفته تغذيه الجنين اثناء تكوينه، سواء في البذور الاندوسبرميه او اللا اندوسبرميه، واثناء الانبات في البذور الاندوسبرميه بس. طيب هنا النيوسيلا مصيره ايه؟ النيوسيلا بيختفي كده خلاص، بعد ما بتنضج البويضه بيكون النيوسيلا اختفى. طب والاندوسبيرم؟ والله ممكن يفضل نسيج الاندوسبيرم في البذور الاندوسبرميه، وممكن يختفي في البذور اللا اندوسبرميه زي الفول والبسله، ويظهر مكانه نسيج غذائي اخر مدخر في الفلقتين. ماشي كده يا دكتورنا العزيز؟ طيب النسيج الغذائي الذي يحيط بالكيس الجنيني يسمى النيوسيلا، يبقى النسيج الغذائي اللي حوالين الكيس الجنيني النيوسيلا. طيب في هنا برضو تركه مهمه قوي الله يكرمك، اللي هو العدد الصبغي. العدد الصبغي في النباتات الزهريه حاجه من 3، يا نون يا 2 نون يا 3 نون. طب مين اللي نون؟ مين 2 نون؟ مين 3 نون؟ ده مهم جدا عشان حسابات مسائل. اللي نون يا دكتور جايه من حاجات اللي هي المشيج المذكر والمؤنث، انثوي وذكري، زي ايه؟ زي مثلا في الستات البيضاء وفي الرجاله الحيوان المنوي، بس مفيش نون تاني، صح كده؟ في جسمك كله بعد كده 2 نون انت. بالنسبه للنبات بيبقى مين النون؟ قال لك بالنسبه لحبه اللقاح، لو جيت سمعت كلمه نواه انبوبيه نون، طب نواه مولده نون، طب نواه ذكريه نون، يبقى اي حاجه تخص حبه اللقاح. واي حاجه تخص البويضه برضو، لما تيجي تشوف البويضه كل محتويات البويضه من جوه نون. مين محتويات البويضه؟ البيضه نون، الخلايا المساعده نون، نواتي الكيس الجنيني نون، والخلايا السمتيه نون. اذا النون الوحيد اللي في النبات تلاقيه في الكلام ده كله، يا اما يتبع حبه اللقاح يا يتبع البويضه. مين اللي يتبع حبه اللقاح؟ في نواه انبوبيه مولده ذكريه. طب ومين اللي يتبع البويضات؟ كل محتويات البويضه ال8 اللي موجودين جوه دول نون. طيب مين ال2 نون؟ لا خلي ال2 نون على جنب دلوقتي، خلينا في ال3 نون. ال3 نون اللي في النبات هي حاجه واحده بس، اندوسبيرم. ايوه اندوسبيرم ايه؟ يا نواه اندوسبيرم، يا خليه اندوسبيرم، يا نسيج اندوسبيرم. يبقى اي كلمه فيها اندوسبيرم تبقى 3 نون. عرفنا مين النون؟ عرفنا مين ال3 نون؟ طب مين ال2 نون؟ اي حاجه بقى غير النون، وغير اي حاجه في النبات غير النون وال3 نون. الكأس 2 نون، التويج 2 نون، البراعم 2 نون، البتلات 2 نون، السبلات 2 نون. انت فاهم انا اصلا؟ النيوسيلا 2 نون. كلمه نيوسيلا هل في دول؟ لا النيوسيلا مش في دول، يبقى مش نون. النيوسيلا في دول؟ لا خلاص يبقى النيوسيلا 2 نون يا دكتور. وصلت كده؟ الساق 2 نون، وهكذا. يبقى اي حاجه غير النون وال3 نون حطها على طول 2 نون. فده يخليك مثلا اذا كان عدد الصبغيات في النواه المولده يساوي س، النواه المولده نون، صح كده؟ فالنون هي السين. فان عدد الصبغيات في النواه الذكريه نون برضو، س يعني، صح كده يا دكتور؟ حلو. طب يقول لك هنا اذا كان عدد الصبغيات في خليه بتله نبات البسله 7 ازواج، هي البتله اللي هي في التويج 2 نون. فاذا كان عدد الصبغيات في خليه البتله 2 نون اللي هي 7 ازواج، يعني ايه 7 ازواج؟ يعني يساوي 14 كروموزوم. يعني هتقولها لي يا اما ازواج يا اما بالفردان، يبقى 14 كروموزوم. يبقى ال2 نون يساوي 7 ازواج يساوي 14. تقدر تحسب لي النون؟
ما هو لما الاتنين نون يساوي 14 كروموزوم فالنون يساوي 7 كروموزوم. انا لازم احسب النون في الحاجات اللي هي زي كده ليه؟ علشان لو كان طالب مني نون هقول له 7 كروموزوم، طب طالب 2 نون يبقى 7 في 2 ب 14. طب لو حاجه نسيج الاندوسبيرم يبقى 3 في 7 ب 21 اللي هي 3 نون. فان عدد الصبغيات في جنين بذره البسله الجنين 2 نون، يبقى الجنين فيه كام؟ 2 7 2 يا اما يبقى الجنين فيه في 14 كروموزوم 14 كروموزوم يعني اللي هي الاثنين نون. يعني 14 كروموزوم يعني 7 ازواج هي عشان لو لقيت في الاختيار دي او لقيت في الاختيار دي. فان الجنين 7 صبغيات لا يا فندم 14 صبغي 14 صبغي صح بس خلاص 14 صبغي 24 طبعا لا خلاص. طيب يقول لك هنا إذا كان عدد الصبغيات في نواة خلية نبات البسلة، نواة خلية نبات البسلة 14 صبغي، يعني الاثنين نون يساوي 14 صبغي، يعني النون يساوي 7 صبغي أو 7 كروموزوم يعني، بس أنا طلعت بالنون أهو 7 كروموزومات. فإن عدد الكروموزومات في النواة الأنبوبية، ما هي النواة الأنبوبية اللي هي بتاعت كان في نواة مولدة وانبوبيه دي نون ودي نون، خلاص يبقى 7 صبغيات يا دكتور 7 صبغيات، اوعى تختار 7 ازواج خلاص. طيب عندما تحتوي خليه في بتله نبات زهري البتله 2 نون، البتله 2 نون يساوي 12 صبغي، عارف دي معناها ايه؟ اطلع بالنون على طول، يبقى النون يساوي 6 بس خلاص، يبقى النون يساوي 6 صبغي 6 كروموزوم. فان نواه الاندوسبيرم 3 نون، لما النون تبقى ب6 يبقى ال3 نون يساوي 18 يا دكتور خلاص. حلو الكلام. يقول لك هنا اذا كان عدد الصبغيات في خلايا اندوسبيرم حبه الذره 33 صبغي، عدد الصبغيات في خلايا الاندوسبيرم 3 نون يساوي 33 صبغي 33 صبغي، اذا النون يساوي 33 على 3 11 صبغي، يبقى النون طلع كام؟ 11 صبغي. انا طلعت بالنون، عايز انت ايه بقى؟ فان عدد الصبغيات في الجنين يا دكتور 2 نون، لما النون تبقى ب 11 يبقى الاثنين نون يساوي 22، 2 في 11 ب 22. انا مش لاقي 22 لا في 2 لا ده 22 كروموزوم، خلي بالك مش زوج. هل 11 صبغي؟ لا يا فندم 22 صبغي، الجنين فيه 22 صبغي. لا. هل ده 11 زوج من الصبغيات؟ يا فندم، ما هو 22 كروموزوم يساوي 11 زوج، هيبقى 11 زوج من الصبغيات تمشي صح. 33 صبغي ده ال3 نون هو اللي 33. 22 زوج، ما هو 22 زوج يعني 44 كروموزوم، هذا الكلام خاطئ طبعا يا دكتورنا العزيز. يقول لك عندما تحتوي خلايا براعم نبات زهري، هي البراعم نون ولا 2 نون ولا 3 نون؟ لا انا عرفت النون حبه اللقاح والبويضات كل محتويات البويضه، لا 3 نون ده اندوسبيرم، يبقى خلاص يبقى البراعم 2 نون، يبقى البراعم 2 نون وكان فيها 11 صبغي، يبقى ال2 نون يساوي 14 صبغي. يبقى اذا البراعم بتبقى 2 نون يساوي 14 كروموزوم او 7 ازواج يعني كروموزوم، يبقى اطلع بالنون، الاثنين نون ب 14 يبقى النون ب7، يبقى النون يساوي 7 كروموزوم. فان نواه الاندوسبيرم يا فندم، نواه الاندوسبيرم 3 نون، لما النون ب7 يبقى ال3 نون بتبقى 3 في 7 يساوي 21 كروموزوم. في 21 كروموزوم هنا، في 21 صبغي يا فندم، في 21 صبغي خلاص كده. طيب يقول لك هنا عندما تحتوي خلايا براعم نبات زهري على 14 صبغي، ماشي، خلايا البراعم 2 نون فيها كام؟ 14 صبغي، يبقى الاثنين نون ب 14 صبغي، فالنون ب7 خلاص. فان نسيج النيوسيلا يا فندم النيوسيلا 2 نون برضه، طب ما هو لما الاثنين نون ب 14 يبقى النيوسيلا 2 نون ب 14 صبغي برضه، يعني 14 صبغي هي ما بين قوسين 7 ازواج، عشان لو حسب الاختيارات فيها ايه يا تلاقي فهو عايز صبغي 14 صبغي اهي 14 صبغي تختار 7 ازواج انما 14 صبغي. يقول لك هنا يا دكتور عندما تحتوي براعم النبات على 4 ماشي، فان الزيجوت يحتوي على زيه يا دكتور، الزيجوت 2 نون برضه، لا البراعم 2 نون 14 صبغي، فالزيجوت 2 نون 14 صبغي، كم صبغي؟ 14 في 14 اهي 14 برضه هي. عرفت بقى فايده انك تعرف مين نون ومين 2 نون ومين 3 نون؟ عندما تحتوي براعم فان الجنين يحتوي على 2 نون برضه اللي هي 14 برضه زي 2 نون اللي هي 14
لان البراعم 2 نون ب 14. عندما تحتوي برضو ايه القصه دي؟ برضو فان الخلايا السمتيه، استنى بقى، براعم النبات الزهري على 14 صبغي، والبراعم 2 نون فيها 14 صبغي، يعني النون يساوي 7، لما الاتنين نون ب 14 يبقى النون يساوي 7 صبغي. حلو. فإن الخلايا السمتية، روح للبويضة كده، كانت فيه البيضة واثنين مساعدة والخلايا السمتية، ما الخلايا السمتية كانت نون، فالسمتية اللي هي نون يساوي 7 صبغي، يعني خلاص يبقى السمتية 7 صبغيات، 7 صبغيات بس كده يا دكتور. وصلت؟ الحسبات دي مهمة قوي، خليك سريع فيها يا دكتور. يقول لك هنا إذا علمت أن عدد الكروموزومات في النيوسيلة 20 كروموزوم. يا فندم ما هي النيوسيلة؟ مش تبع النون ولا الثلاثة نون، النيوسيلة 2 نون. فبيقول لك النيوسيلة 20 كروموزوم، يعني الاتنين نون يساوي 20 كروموزوم. يلا يا فندم احسب لي النون، لما الاتنين نون ب20 يبقى النون ب10 كروموزوم، طلعت بالنون خلاص، يبقى 10 صبغ اهو. فإن عدد كروموزومات مكونات بذرة الذرة، نروح لبذرة الذرة، ادي بذرة الذرة هي يا دكتور، بيبقى فيها جنين وبيبقى فيها نسيج اندوسبيرم، بيبقى فيها جنين ونسيج اندوسبيرم. الاندوسبيرم 3 نون والجنين 2 نون، لما النون ب10 يبقى الجنين فيه 20 صح، 2 نون والنون ب10 يبقى فيه 20 صبغ في كل خلية من خلايا الجنين. ونسيج الاندوسبيرم 3 نون، يعني 3 في 10 فده 30 يا دكتور. يبقى نسيج، يبقى محتويات البذرة بيبقى فيها حاجات 20 كروموزوم وحاجات 30 كروموزوم، ده بتاعت الذرة صح كده يا دكتور؟ فأي رسومات يعبر عن عدد كروموزومات بذرة الذرة. بذرة الذرة هل فيها حاجة 40 يا دكتور؟ لا خالص يا دكتور. يا فندم بذرة الذرة فيها يا 20 يا 30، يبقى مش دي. طيب ده كده كام؟ ده 10 و30. لا يا فندم، يا 20 يا 30، يبقى مش بي. سي هنا ده 20، الازرق ده 20، ما هو بيقول لك الازرق والاحمر ده اللي هو الجنين والغذاء بتاعه اللي هو نسيج الاندوسبيرم. نمره دي يا دكتور. هنا نمره دي ده مين ده؟ اللي هو لو رحت بالازرق هنا ده 20، ده الجنين، فالازرق ده الجنين يا دكتور. اما الاحمر ده واصل لغايه 30، فالاحمر ده 3 نون اللي هو نسيج الاندوسبيرم. يبقى فعلا بذره الذره هي نمره دي يا دكتور. وهنا دي حسبتها اهي، ان النون حسبناها بتساوي 10، فبالتالي بذره الذره فيها جنين 2 نون يعني 20، ونسيج اندوسبيرم 3 نون يعني 30، فهي الاجابه عندك نمره دي يا دكتور. خلاص؟ وكده بفضل الله وحمده ومنته، وسامحوني على الاطاله، وكان لازم احل. انا عارف ان الجزئيه دي فيها تريكات كتير وحساباتها كتير وبتلخبط كتير، وانا كنت متعمد اعيد اسئله، والله انا نفسي بتعب فيها عشان اقعد اعيدها وبترتيب معين علشان اثبت المعلومه. اعتقد ان شاء الرحمن يكون الموضوع وصل بفضل الله. ربنا يا رب يديم عليكم نعمه التقوى والصلاح والعلم وتحصيل العلم واسترجاع العلم. ربنا يوفقكم ويحفظكم وييسر لكم كل صعب، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.